من أغرب الاعترافات اللي وصلوني، أجي ونقولهم ليكم. الاعتراف الأول، هاد البنت هادي كتقول لكم أنا بنت العروبية، وعندي أختي كبر مني، والديا كانوا كيموتوا عليا، ولكن أختي ما عرفتش ما كانوش يديوها فيها. أختي اللي كبر مني كانت آية في الجمال، زوينة لواحد الدرجة ما كيتيقوش الناس صراحة أختي، وأنا عكسها كنت واحد الخيبوعة. سناني في جيه، اللحم في جيه، عين ماشي بحال عين، راني فيه وجه، حالتي وهي وجهي محبب. المهم، قالت لكم أختي كانت قراية، ولكن والديا خرجوها من المدرسة، هي تبكي وطلب وترغب وحلفوا هما اللي خلاوها تقرا، وأنا خلاوني ما قالوش ليا خرجي من المدرسة. المهم قلت لكم أنا كنت كسولة، على عكس أختي وصلت للسابعة قريت فيها عامين، في الآخر وأنا اختاريت، قلت ليهم صافي غادي نخرج. خرجت قلت لهم بغيت ندير نادي د الخياطة، الحلم ديال أختي اللي ما خلاوهاش دير. أنا كيسحب ليا غير رفضوا، كاينة قالت لك لا، دخلوني أنا نقرا الخياطة، ولكني أنا حيت راسي نطنك حتى حاجة ما لصقات ليا كيف الناس فين وصلت مستويات وأنا واقفة في المستوى الأول. المهم ولكن أختي تعلمات الخياطة غير من التليفون، ولات تبارك الله عليها معلمة فيه. أختي بقات حماق باش دير ليباك، بغات ديرو لأن فعلًا كان في العيب اللي فيها، واخا هي كانت زوينة، واخا هكاك سنانها جاو معاها، ولكن هي كانت باغا تقادهم، وهما دارنا حلفوا ما يديروا لها، حكا ما عندناش فلوس، حكا هادي حكا هاديك، وفي الآخر قالوا ليا أنا شوفي سنانك خارجين، شوفي الناس كيضحكوا عليك، أجي نديرو ليك ليباك لسنانك، وداروا ليا. وعلى الرغم من ذلك ما جاش معايا، اللحم كيبان في جهة والسنان كيبانو في جهة. كتقول لكم هاد البنت هادي شنو تبغيو تقولوا ليها البنات، جاتني في شكال قصة. المهم نمشيو مع الاعتراف الثاني. الاعتراف الثاني هذا واحد شوية في شكل، كتقول لكم هاد البنت بلي أنا واحد البنت داخلة سوق راسي، ما عنديش مع داكشي د العلاقات، ما تندخلش في علاقات مع الجنس الآخر. المهم قلت لكم فاش كنت كنقرا في، يلاه دخلت العام الأول ديالي الباك، كان عندي واحد الصديق يلاه تعرفت عليه، المهم شي حاجة بعيدة في الصداقات بيناتنا، كنهضرو مرة في شحال فيسبوك السلام كذا كذا. واحد النهار هو يزعم عليا وقال لي راه بغا يتعرف عليا، كنت زعما نكونو بعضياتنا، قلت ليه اسمح لي. صافي هو يلاه مشى في حالاتو بلوكيتو وتهنينا. مشات الأيام وجات في 2021، في 2021 داك العام كان عندي فيه الإجازة، وصيفط ليه ميساج واحد النمرة وصلاتني، النمرة ديال برا، شكون قال لي راه أنا فلان فرتلان، ما عرفتش كتقولوا هاد فرتلان ولا لا. المهم قال لي أنا راه فلان فرتلان، واش عرفتيني؟ قلت له هاد النمرة ماشي ديال المغرب، قال لي لا هاد النمرة راه ديال برا، وراه مشيت وطلعت فين وفين، بقينا كنهضرو ولينا كنبغيو بعضياتنا وصافي، وكيهضر معايا مزيان كيحترمني، داكشي كامل في إطار الاحترام. إوا صافي كان موعدني يهبط للمغرب يجي لضهرنا، ستيت صافي فعلًا جا للمغرب، كنا كنشوفو ديك الساعة أنا بديت خدام، كنشوفو بعضياتنا مرة في شحال، فاش جا للمغرب ولا غير كيبكي وكيشكي، عندو مشاكل في الخدمة، آآ بقى كيقول لي يا صباح الخير، يا تصبحي على خير، صافي. صافيت أنايا من داك النوع اللي ما يجيش ليا لوحدي مليك عليا، صافي ميكت عليه، مبقيناش كنهضرو. وواحد النهار يقول لي مالك قلبتي عليا حيت أنا في وضعية مزرية، قلت ليه لا، أنت جي قلتي ليا غنهبط للمغرب غنمشي لداركم، حنا بيناتنا حتى حاجة رسمية، أنت ما جيتيش لدارنا. قال لي صافي نسالي واحدة، صافي حبسنا، دازت واحد السيمانة وهو يرجع، قال لي كي دايرة لاباس هادي، قلت ليه لا ديك النهار ما قصرتش، زعما اننا نتفارقوا بصح، راه غير كنسمع الصباح حيت انت ما كتميك عليا ما كتبقاش تصيفط ليا وتهضر معايا بزاف. قال لي ولكني انا كنت قاصد انني نتفارق معاك، قلت ليه صافي الله يستر لك ويعاونك. صافي مشى هاد الوقت، وواحد ولد جيراننا كان كيقرا معايا ايامات الابتدائي، يعني هو كبر مني ولكن كنا كنقراو في ايامات المدرسه. شافني في واحد العرس وسول عليا بنت عمي واش تزوّجت ولا شنو، درت قالت ليه لا راه باقا خدامة وهادي. صافي هو يمشي يهضر مع خويا، جا لدارنا، وأنا بقات كتقول ليا الوالدة شوفي راه كيقرا معاك من أيامات هادي، خدام مزيان ولد الناس. درت صلاة الاستخارة، فكرت بلي أنه هو داك الولد مزيان، صافي الآخر خاصني غادي ننساه مع الوقت. صافي تخطبت أنا وياه، هو يوصلني واحد النهار ميساج، وصلني من عند الآخر قال لي السلام هادي، قلت ليه شوف بلا ما تبقى تصيفط ليا ميساجات وتهضر معايا، أنا راني مخطوبة دابا. هو يقول لي صافي وأنا مستعد نجي من غدا نخطبك، عيط لي غير الخطوبة هادي، ميمكنش تضيعي هاد السنين اللي بيناتنا، تا 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 تا.
إيوا هذه هي مشكلتي، بقيت ما عرفتش فيه أشنو ندير، واش نزوّج بولد جيراننا ونزوّج بداك اللي كنت كنعرفو بشحال هادي، كنتو بلاصتي أشنو ديرو؟ أجي نعاود ليكم اعتراف آخر، اعتراف هاد البنت هادي كتقول لكم أنا هي الأب ديالي كان عنده بحال ماشي بنتو، وديما كيقول لي والله إلا طفّرتيه، واحد النهار هو يقول لي شوفي أنتِ إلا طفّرتيه ها وجيه أنا إلا طفّرتيه، واخا نكون ميت أجي ودفنيه على قبري. بحال هاكا، كاينين شي والدين اللي فعلًا قاصحين مع ولادهم، قالت لِك بدون سبب أنا بحال ماشي بنتو، المهم قالت لِك داز الوقت ومشات، وبغيت نقول لداك الأب ديالي راه أنا اليوم طبيبة وطفّرتو، ولكني ما غاديش نرد ليك السوء بالسوء لأنك الأب ديالي، المهم اسمحوا لي اعتراف آخر كيقول كتقول لكم أنا هي اللي راجلي كيقول لي عمرك إلا طفّرتيه ما كتعرفي لا تسيري لا ديري حتى حاجة صافي، طلّقت أنا وياه بقى كيحلف عليَّ كيخرج من الناس كيقول لهم مدبية مد يدها متقوبة وما تعرف تصرف هادي وهادي ما خلى ما قال فيا، مشيت من ورا ما طلقت قريت ووليت مسيرة ديال واحد البنك، باغي نقول لِك تحية لبحال هاد البنات. الله يعطيكم العز ودمتم في رعاية الله، الله يحفظكم. المهم كي جاكم اعترافات اليوم زعلانت بزاف، غتقولوا لي منين جبتي هاد الاعترافات هادي؟ هاد الاعترافات هادي قليل منكم اللي عارف أنني كان عندي واحد الصفحة في فيسبوك كانت فيها 5000 متتبع، كنت كنحط فيها قصص متنوعة وكانوا عندي كيوصلوني بزاف ديال الاعترافات، وكنت كنحطهم وكانوا كيعجبوا الناس بزاف، ما عرفتش نتوما منهم كنتو متبعيني والّا لا. المهم بقيت عاقلة على هاد الاعتراف هادي كانوا باقيين مسجلين عندي لأن الصفحة كانت مشات ليا، وحبست وهي فاش درت لا كويزين بحال هكا داكشي ديال الوصفات وقلت دابا نرجع ندير لكم قصص، نتمنى يعجبوكم ونتمنى يوصلوا ليكم وتعطيو الناس نصائحكم، ونتلاقاو في فيديو جديدة، يالّا بسلامة ودمتم في رعاية الله، ولو وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش ديروا لايك، سبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو مع الأحباب والصحاب باش يعم الفائدة، يالّا بسلامة عليكم.